السلام عليكم طلبة ستة ابتدائي، أهلا وسهلا بكم، وحشتوني يا أبطال. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد بدرس بعنوان رحلة حول العالم، وهنروح دولة عمان. كل اللي عليك يا بطل تنزل بسرعة تعمل اشتراك في القناة لو لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، تضرب اللايك التمام وتقول لنا رأيك في الكومنتات وتصلي على النبي، ويلا بينا. بص معايا كده حبيب قلبي، احنا هنتكلم في الدرس ده عن دولة اسمها دولة عمان، وهي دولة من ضمن الدول العربية اللي موجودة في الجناح الآسيوي. طب انت لو فاكر معايا شبه الجزيرة العربية، هتلاقي كان في شبه الجزيرة العربية هنا دولتين، واحدة اسمها اليمن وواحدة اسمها عمان. احنا بقى النهاردة هنتكلم عن دولة عمان. تعال اقول لك ان دولة عمان دي من الدول العربية اللي بتشتهر بالصحراء الواسعة، عندها صحاري كتير جدا جدا واسعة. قال لي كمان فيها بعض الواحات والجبال الخضراء. هتقول لي يا مستر ايه ده؟ واحات وجبال خضراء وزراعة واسعة وصحراء واسعة؟ ازاي يا مستر؟ ازاي صحراء وواحات وجبال خضراء؟ قال لي بسبب الامطار اللي هناك، لان فيها اماكن فيها امطار. يبقى قال لي الصحراء الواسعة، قال لي كمان وجود بعض الواحات والجبال الخضراء. قال لي يعرف الشعب العماني بالهدوء، شعب هادي جدا، معروف عنهم الهدوء الشديد، شعب هادي وكويس. قال لي والتواضع، علم متواضعه كده وبتحبك وتحبهم. قال لي واكرام الضيف، روح خبط على اي حد عماني هناك هيكرمك ويقدم لك كل وسائل اللي انت محتاجها. يبقى قال لي يعرف الشعب العماني بايه؟ قال لي بالهدوء الشديد، كمان التواضع، اكرام الضيف. قال لي خد بالك ان يعتمد اقتصاد عمان، دوله عمان دي اقتصادها بيعتمد بشكل كبير على ايه؟ على 3 حاجات: تصدير البترول والغاز الطبيعي، كمان الانتاج السمكي. يبقى انا عرفت ان عمان دولة بيعتمد اقتصادها على تصدير البترول والغاز الطبيعي، بتطلع بترول وغاز طبيعي وبتبيعه للدول الاخرى، كمان الانتاج السمكي. قال لي خد بالك ان مصر وعمان في بينهم تعاون ايه يا مستر؟ قال لي تعاون اقتصادي ثقافي، تعاون اقتصادي ثقافي، متعاونين في الاحوال الاقتصاديه والاحوال الثقافيه. قال لي كمان باعتبارها دوله عربيه ففي بيننا علاقات سياسيه، في بيننا علاقات ايه؟ سياسيه. والعلاقات السياسيه دي اللي بيدعمها واللي بيجمعها واللي بيجمعنا مع بعض هي جامعه الدول العربيه، اللي بتضم كل الدول العربيه اللي هم ال 22 دوله، ال10 في افريقيا وال 12 في اسيا. قال لي يبقى مصر وعمان في بينهم تعاون ايه؟ اقتصادي ثقافي، وكمان علاقات سياسيه يدعمها جامعه الدول العربيه. قال لي طب اهم المعالم اللي موجوده عندي في دولة عمان: جامع السلطان قابوس، كابوس بالكاف، لا احنا قابوس بالقاف. يبقى قال لي جامع السلطان قابوس. شلالات صلاية، عندي كمان انواع من الشلالات اسمها شلالات صلاية. قال لي وقلعة نزواية. يبقى انا عرفت ان عندي معظم المعالم المهمة اللي عندي في دولة عمان: جامع السلطان قابوس، قال لي كمان شلالات صلاية، قلعة نزاوة. يبقى انا عرفت يا حبيب قلبي ان عمان دي من الدول العربية اللي فيها مميزات كتير قوي. تعال نراجعهم مع بعض. قال لي صحراء واسعة بجانب الواحات والجبال الخضراء، كمان شعبها يتميز بالهدوء الشديد. قال لي كمان التواضع واكرام الضيف، التواضع واكرام الضيف. يعتمد اقتصاد عمان على تصدير البترول والغاز الطبيعي والانتاج السمكي. يبقى يعتمد اقتصاد عمان على ايه؟ على البترول، تصدير البترول والغاز الطبيعي، كمان الانتاج السمكي. قال لي خد بالك ان مصر وعمان في بينهم تعاون او علاقات اقتصاديه ثقافيه بجانب العلاقات السياسيه اللي بيدعمها مين؟ اللي بيدعمها جامعه الدول العربيه بحكم ان هي دوله عربيه. قال لي كمان عندها بعض المعالم المهمه زي جامع السلطان قابوس، شلالات صلاية، قلعة نزاوة. وبكده حبيب قلبي يكون وصلنا لنهايه درسنا النهارده، درس خفيف وسهل، رحله حول العالم. اتكلمنا عن دوله عمان، اهم مميزاتها، شعبها بيمتاز بايه، اقتصادها بيعتمد على ايه، علاقاتها مع مصر، وعرفنا اهم المعالم. ما تنساش يا بطل تنزل تعمل اشتراك في القناه بسرعه عشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس وتضرب اللايك التمام وتقول لنا رايك في الكومنتات. سلام.